ينهى الله عز وجل عن شر عظيم وعن خطر جسيم، ألا وهو الخمر، وذكر معه الميسر والأنصاب والأزلام. والميسر هو القمار، والأنصاب هي الأوثان، ما ينصب قديما، ما ينصب من آلهة تعبد من دون الله. والأزلام هو كذلك من باب الشرك بالله جل في علاه. فجمع الله عز وجل بين الخمر وبين الأوثان. لذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حرمت الخمر مشى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك، أي إنها كالشرك تعادله وتساويه. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مدمن الخمر كعابد وثن. مدمن الخمر كعابد وثن، كالمشرك. فإن الخمر شأنها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها أم الخبائث، ووصفها بأنها أم الفواحش وأكبر الكبائر. كل هذا صح في الخمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: إن الرجل إذا شرب الخمر وقع على أمه وعمته وخالته. وسمعنا وتسمعون عن أناس شربوا الخمر فوقعوا على محارمهم، وذكر ذلك جمع من أهل العلم. ذكر ابن أبي الدنيا في ذم المسكر عن أناس شربوا الخمر ووقعوا على محارمهم، وذكر ابن حجر الهيتمي في فتاويه عن أناس كذلك شربوا الخمر فوقعوا على أمهاتهم، نسأل الله العافية. فإن من شرب الخمر فإنه لا يدري ماذا يفعل. فالخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر وأم الخبائث، وأشد منها، وهذا ما نريد الحديث عنه، أشد منها المخدرات. كنت لا أريد الحديث عنها أمام الشباب وعلى هذا المنبر، وقولوا إنها بعيدة عنا، فلا أريد أن تفتح الآذان عن أمر نحن بمنأى عنه، ولكن وأقولها بمرارة وللأسف أنها بدأت تصل إلى الديار، وبدأ من الشباب من يتداولها. وكل صور المخدرات سواء كانت الحبوب أو الإبر أو ما يشم أو ما يطعم، كل ذلك هو أشد حرمة وأشد جرما من الخمر. فكل ما قيل في الخمر يقال في المخدرات وهو أشد. كل ما قيل في الخمر يقال في المخدرات وهو أشد. نسمع ونقرأ عن قصص مرعبة وأحداث مفجعة وصور محزنة عمن يتداول هذه الأمور وعمن أدمن على المخدرات. كم من قصص تروى وهي واقعية حقيقية عن أناس قتلوا آباءهم أو قتلوا أمهاتهم، وعن رجل يلقي بقنبلة على أهل بيته وهو لا يدري، يلقي بقنبلة على أولاده وهو لا يدري، لأنه أدمن هذه المخدرات. تشتتت أسر وضاعت بيوت وتخربت بهذه المخدرات. فيجب على كل من يرعى شبابا في بيته
أن ينتبه وأن يحذر، ولا يقول إنهم بعيدون عن ذلك. ففي الجامعات تنتشر المخدرات بين الشباب وبين البنات. عصابة في بغداد أكثر من 50 طالبة يلقى عليها القبض تروج المخدرات، طالبات في ريعان الشباب تروج المخدرات، وهذه عصابات إجرام ينشرون المخدرات بالمجان أولا، فإذا أدمن عليها الشاب بدأ يدفع الغالي والنفيس حتى يشتري هذه المخدرات، فيبدأ بالإجرام ثم ينتقل إلى السرقة وينتقل إلى القتل. وهذا ما هو يحصل، هذا ما حصل ويحصل عن هؤلاء، عن هذه الجريمة، جريمة المخدرات وجريمة المسكرات. إن الله عز وجل عندما حرم هذه الأمور حرمها لأنها تفسد وتخرب وتضيع. واذكر لكم قصة واقعية وقعت في الزمن القديم عن الخمر والمخدرات أشد، ذكرها ابن الجوزي في لطائف المعارف وفي غيرها من كتبه. قال: حججت عن مالك بن دينار الإمام، قال: حججت في بعض السنوات، قال: قمت في إحدى ليالي منى عندما يجتمع الناس بعد أن وقفوا بعرفة وأفاضوا إلى مزدلفة وبقوا في منى. قال: نظرت إلى هذا الجمع الغفير العظيم من الناس فقلت: هل إن الله غفر لهؤلاء؟ غفر لهم جميعهم، غفر لهم ما كان منهم من ذنوب ومن معاصي. قال: فنمت تلك الليلة، قال: فرأيت قائلا يقول لي: إن الله غفر لأهل منى صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، أسودهم وأبيضهم، إلا لرجل من أهل بلخ. وبلخ هي مدينة تقع في أفغانستان. إلا لرجل من أهل بلخ. قال: فاستيقظت فزعا، فقمت فتوضأت وصليت ثم رجعت فنمت. قال: فرأيت ذلك القائل وهو يقول لي: إن الله غفر لأهل منى إلا لمحمد بن هارون البلخي. قال: فسماه لي، فقلت: والله لأذهبن إليه وأعرف ما قصته. قال: فلما أصبحت سألت عن منازل البلخيين فدللت عليهم فسألت عن الرجل. قال: وكنت أريد أن أصله ووصلت إليه بصعوبة، فقلت له: أنت محمد بن هارون؟ فقال: نعم والويل لي. يقول: نعم والويل لي. فقلت له: لقد رأيت فيك رؤيا. فقال: اذكرها. فقلت له ذلك: إن الله قد غفر لأهل الموقف إلا لك. قال: فجعل يبكي. فقلت: ما قصتك؟ قال: كنت مدمن خمر، وكانت أمي صالحة وكانت تنهاني وكنت أزجرها وأنهرها، فجئت في يوم كان آخر ليلة من شعبان وأول ليالي آخر يوم من شعبان وأول ليالي رمضان، فجئت في وقت متأخر وأنا ثمل من الخمر أشد السكر، وجدتها على التنور وهي تخبز عجينها، فقالت: يا ولدي، الناس تستقبل رمضان بالصيام والقرآن وأنت هذا حالك. فقال: فلطمتها، فقالت:
تعسا لك، تعسا لك يا سكران. قال فحملتها ووضعتها في التنور، سجر بها التنور أمه ووالدته، هذا هو الخمر يفعل العجيب. قال ثم أطبقت عليها، قال فدخلت الدار ونمت، فسمعت رعدة من خلف الباب، فاستيقظت فوجدت زوجتي ترتعد ومعها أولادها. قلت ما خطبك؟ ما بالك؟ قالت هل تريد أن تسجر بنا التنور كما سجرت بأمك؟ قال ففزعت وذهبت إلى التنور فوجدتها فحما. قال وأنا منذ ذلك اليوم، منذ 40 عام كل سنة أحج إلى بيت الله، ويأتيني مثلك يقول رأيت أن الله غفر لأهل الموقف إلا لك. كل سنة يحج، والله عز وجل يبعث إليه من يخبره أن الله رده، وأن الله ما قبله بسبب هذا الذنب العظيم، أنه كان مدمن خمر وألقى بأمه في التنور، نسأل الله العافية. هذه المخدرات يحتاج منا إلى وقفة، أن نقف جميعا، فإنها تخرب الديار وتخرب الشباب. انتبهوا إلى أولادكم، انتبهوا إلى بناتكم، انتبهوا إلى شبابكم، فإن الأمر عظيم. يدس في طعام أو يدس في شراب لولد ولشاب ولبنت وهو لا يعلم حتى يدمن، ثم تكون المصائب بعدها. فانتبهوا إلى أصحابهم، وانتبهوا إلى علاقاتهم، إلى أولادكم، فإنها تأتي أولا بالمجان، يوزعونها مجانا إلى الشباب، حبوب أو على شكل علاجات أو على شكل هذه ما توضع في النرجيلة على شكل دخان، كل ذلك من المخدرات. انتبهوا رعاكم الله، انتبهوا إلى أولادكم، فإنك يوم القيامة تقام ويقام بين يديك أولادك، فإن نجوت فإنما تنجو بهم، وإن هلكت فإنما تهلك بهم. أي إنك إذا أصلحت رعايتهم وأصلحت توجيههم فإنك تنجو، وإذا ضيعتهم ضيعك الله. إنهم أمانة، وإن الله استرعاك هذه الرعية، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اعف عنا.